كان اللقاء الأخير في نفس المكان، سلام مليء بالدموع لصديق حقيقي وقف بجانبي عندما لم يؤمن بي أحد. كان الفراق مكتوب عند اللقاء الأول، كانت التحيات الأولى ككلمات وداع مؤجلة. مد يده صديقي مرة أخرى كما فعل عندما انتشلني من وسط ظروفي الصعبة، لكن هذه المرة مد يده راحلا بعد أن منحني كل شيء. مناصفة الجروح والألم قبل الاحتفالات، الروح والجنون الذي تقاسمناه سويا. أعادني مجنونا أسير في الشارع ضاحكا صارخا باكيا سعيدا. فعل ذلك صديقي، كان يأخذ من طاقته ويمنحني، وعندما تيقن أنه فقد كل طاقته قرر عدم تغيير صورته الرائعة التي رسمها عبر سنوات لا يمكن تكرارها، وقرر الرحيل. ذلك الصديق في عام 2015 عندما كان ليفربول في المركز العاشر جاء وجلس بابتسامته الرائعة ونظاراته التي أحببتها دائما، وسحقا للتكنولوجيا الطبية التي أقنعته بتركها. جلس أمام الجميع بكل روعة وشجاعة وقال: سنحول المشككين إلى مؤمنين، مؤمنون بنا وبهذا الفريق. الآن سيرى الجميع بعد كرة القدم الجامحة في أنفيلد، أعدكم بذلك. وما حدث بعد ذلك أنه لا يوجد فريق يشبه ليفربول في كل العالم. طيلة 9 سنوات مذهلة حقق بها الفريق كل شيء بعد انتظار طويل جدا. بعد 9 سنوات من الشغف فقد طاقته وأخبر الجميع برحيله برسالة مؤثرة للعالم. إذا سألتني هل ستعمل كمدرب مرة أخرى سأقول لا، لكن من الواضح أنني لن أدرب أي نادي إنجليزي غير ليفربول حتى لو كنت أتدور جوعا. هذا الرجل جاء وأخذ قيادة قارب مليء بالأحلام وحوله لسفينة مليئة بالإنجازات والبطولات، مليئة بالنجاحات. والنجاحات الحقيقية ليست ألقاب يا صديقي، محبة الناس من حولك ومحبة العالم لك، هذه هي النجاحات الحقيقية. نهاية تاريخية انتهت برحيل مؤثر لواحد من أعظم المدربين اللي عاصرتهم طول حياتي. ولكن عندما يغادر يورجن كلوب بليفربول في نهاية الموسم فإنه سيترك إرثا رائعا لخليفته أيا كان من سيخلفه. منذ انضمام كلوب إلى الريدز في عام 2015 بيمتلك ليفربول تاني أفضل سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصل على 671 نقطة من 317 مباراة، ولا يتفوق عليه سوى الخصم اللدود في هذه الفترة مانشستر سيتي برصيد 716 نقطة. كما تمكن كلوب من رفع مجموعة لا بأس بها من الكؤوس، حيث فاز ب6 ألقاب حتى الآن: الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي وكأس السوبر الأوروبي. ده غير أن بلغ معدل فوز ليفربول مع كلوب في جميع المسابقات 60.7%، وهي أعلى نسبة لأي مدرب في تاريخ النادي العريق. وكمان حقق كلوب أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد، 32 فوز في موسم 2019-2020، معادلا مانشستر سيتي اللي حصد الرقم ذاته مع المدرب الأسباني بيب جوارديولا في موسم 2017-2018 و2018-2019. وبيملك المدرب الألماني في رصيده أكبر عدد من الانتصارات على أرض فريقه في موسم واحد، 18 انتصار، وده كان في 2019-2020 معادلا لرقم تشيلسي في 2005-2006 ومانشستر يونايتد في 2010-2011 ومانشستر سيتي في 2011-2012 و2018-2019. وحقق كمان ليفربول تحت قيادة كلوب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية على الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 فوز بين 9 فبراير 2019 و11 يوليو 2020. ومن الأرقام المميزة أيضا في مسيرة كلوب مع الريدز بيبرز أكبر فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، واللي جه على حساب بورنموث بنتيجة 9-0 في 27 أغسطس 2022. أما الرقم الأكثر لفتة للانتباه فكان حصد أكبر عدد من النقاط في البريميوم ليج خلال موسم واحد دون تحقيق اللقب، لما جمع 97 نقطة في 2018-2019. ومنذ أول مباراة لكلوب مع ليفربول في أكتوبر 2015 فاز الفريق ب 148 نقطة بعد ما كان متخلفا في النتيجة، أكتر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى تعاقداته الرائعة على شاكلة محمد صلاح، كان كلوب بارع أيضا في ترقية اللاعبين الشباب للفريق الأول زي ترينت ألكسندر أرنولد كمان كورتيس جونز. وكمان منح المدرب الألماني فرصة خوض المباراة الأولى مع الفريق الأول ل 42 مراهق منذ توليهم مسؤولية، أكتر من أي مدرب تاني في تاريخ ليفربول. يعني احنا كده بنتكلم عن مدرب عمل كل حاجة مع ليفربول، بطولات وتصعيد ناشئين، ده غير انه كمان رجع هيبة الفريق اللي كانت اختفت، وبقى ليفربول في عهده سيد من أسياد أوروبا زي ما كان قبل كده. علشان للأسف بعد كل ده بيعلن كلوب رحيله بعد 9 سنوات بين أسوار النادي، تارك خلفه أسطورة صنعها بنفسه. يورجن كلوب الأسطورة، أسطورة ليفربول.